في اول الماتش تحس انت بتتفرج على مسلسل يسرا ونيلي كريم، يعني تحس انت زهقان مش قادر تتفرج. ابو صلاح اتقمص وخرج بس يعني الحمد لله ان انت خرجت. فرقت مع المنتخب قوي لما خرجت، لان تحس اللعيبه كده كان في حاجه كابسه على نفسهم. وبعدين يعني تحس ان هو كله شايل همك، كله عايز يرضيك، وكله عاوزك تبقى كويس، فانت اتقمصت وخرجت. يعني بصراحة انسحاب مش حلو خالص وباينة قوي. ويعني مصر شالت فوق طاقتها، يرضي مين يا جماعة والله. فإن شاء الله يوم الاثنين نكسب، عشان ما يبقاش مصر والراس الأخضر، ويوم الثلاث مصر للطيران. يعني أتمنى ما نبقاش كده. صلاح انت عقدت جيل، يعني انا عفروتو عيال قاعده بتعيط، انت بالنسبه لهم بقيت انكل زيزو حبيبي. يعني عارف الفيلم ده، عقدت جيل. يعني الناس كلها حاطه فيك عشم وانت بتغزلنا. معرفش ازاي كان مقعد تريزيجيه وبيلعب النني عشان يبقى الماتش المية بتاعه وحاجات كده يعني. بس بصراحة يعني عمر مرموش، أحمد حجازي، إمام، تريزيجيه لما نزل فوق الدنيا. ان شاء الله ربنا معاكم الماتش الجاي. ابو صلاح يا ريت تفضل بقى تعبانه، عشان شكل النحس جاي من عندك انت. بعدين ليه مش شايفين في المدرجات حد مساند المنتخب؟ يعني فين الاتحاد؟ فين الناس اللي بتمثل المنتخب؟ فين يعني ليه ما فيش حد معاهم؟ مش عارفه برضه.